زمر بنايك زمر لما دفعت زمر. زمر. اهلا وسهلا، اهلين. حابين تسمعوا كمان قصة؟ هاي إلى قصة. هاي اجتني من صديق عزيز لعلي. كيف اجتني؟ لسه بحكي لكم، خليني البس. كان يا مكان نحكي ولا ننام؟ طبعا نحكي. يلا نحكي. هاي من صديق، هاي من صديق، وهاي من صديق، وهاي من صديق. بس هاي من الصديق اللي بدي احكي لكم قصته. هذا صديقي كان عايش في قرية في لبنان، قرية بعيدة عن المدينة. وكل أهل القرية لما كان بدهم شغلات ينزلوا على المدينة. بس وين ينزلوا؟ يعني بالشهر مرة، بالشهرين مرة، ونادر ما حدا ينزل. ولما حدا ينزل الكل أهل البلد يصوروا يوصوه على شغلات من المدينة، لأنه الأشياء اللي بتنباع بالمدينة بتنباعش بالقرية. بالقرية فلاحين بيزرعوا وبيطلعوا خضرة وشغلات وبروح ببيعوها في المدينة. يوم صديقي هذا اللي جاب لي هاي قرر انه يروح على المدينة. فقال لمرته: يا مرة، انا بدي اروح هاليومين على المدينة اجيب شوية اغراض للارض، ناقصنا زبل نزبل الارض، ناقصنا حبوب نزرع، ناقصنا كتير اشياء، فحضري حالك. مرته ما كذبت خبر، راحت حكت لكل نسوان البلد انه جوزي بعد يومين ثلاثة مسافر على المدينة. كل اهل البلد عرفوا انه صديقي هذا مسافر على المدينة. كل صاروا يجوا لعنده، هو قاعد بالبيت دق دق دق. اهلا وسهلا، مين؟ هذا المختار تبع القرية. يا صديقنا، سمعنا انك نازل على المدينة. يا مختار، ايش تؤمر؟ قال له: شوف، بدي تجيب لي بالبيت، انا عندي بيت كبير وبدي سجاد يكون هيك غالي، وجيب، وبس تجيب انا بدفع لك حقه. وراح وما دفع حقه. صديقنا هذا قال: من بدي اجيب له؟ منين المصاري انا اجيب له حق سجادي؟ طيب. اجا كمان شوي جار عنده دكاني. قال له: يا جارنا، مرحبا. قال له: اهلا وسهلا، اهلين، تفضل فوت. جيبي يا مرة فنجان قهوة. جابت فنجان قهوة. شو تأمرني؟ قال له: سمعنا انك نازل على المدينة. قال له: انا نازل على المدينة هاليومين. قال له: بدي تشوف لي، طلع دكانتي في كتير بضاعة ناقصتني، بدي هيك وهيك 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 وهيك. عدل له ابصر كم غرض يجيب له اياها من المدينة، وبس تيجي ولا يهمك انا بدفع لك حق المصريات على داير مليم. ايه. وراح وما دفعلوش للزلمة. وهذا الزلمة منين بده يجيب له؟ ما فيش معه مصاري. قال: طيب شو، انا راح اجيب له؟ مش راح اجيب له. بعد شوي اجا الخوري تبع البلد. قال له: يا صديقي، اهلا وسهلا ابونا، تفضل تفضل اقعد. حلت البركه على بيتنا. يا مرة، اعملي له كوبايه شاي، اعملي له قهوه، ايش بحب تشرب؟ قال له: لا 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 يا ابني، انا جاي قصدك بشغلي. قال له: تفضل وامرني يا ابونا. قال له: سمعنا انك انت نازل على المدينه. قال له: هاليومين انا نازل على المدينه. قال له: شوف، عندنا الكنيسه تبعتنا صغيره، والشمع عندي عم بيخلص، بدي تجيب لي شيء حوالي صندوقين 3 شمع عشان يضل عندي على طول، وبس ترجع انا راح ادفع لك على داير مليم، ولا يهمك، كلش حق المصاري. إيه؟ وتركوه راح ما دفعش مصاري. بدنا نجيب له هذا هسه شمع؟ لين عم بيجوني هدول. وصار يجي واحد كمان واحد كمان واحد كمان واحد، لحد ما اجى جار فقير صغير هيك متجوز جديد. دق على الباب: مرحبا يا جارنا. قال له: اهلا اهلا وسهلا، تفضل جارنا. قال له: شوف، انا متجوز جديد وعندي ولد صار عمره 2 سنين، كل مره هالولد بيقول لي بده زميره. زميره هاي الصغيره. قال له:
قال له سمعت انك انت نازل عن ديني صحيح؟ قال له اه يا حبيب قلبي. قال له بدي تجيب لي زميره لهالولد، زميره صغيره، وهاي حقها يا خود، هاي مصاري، اه حقها قديش تأمر حقها؟ قال له بعرفش قد ايه حق الزميره. قال له خود هاي زياده. اه اعطاه زياده مصاري. الوحيد اللي اعطاه مصاري هذا الجار الفقير. قال له اسمع، زمر بنيك. قال له شو زمرك؟ قال له لانك انت الوحيد اللي دفعت مصاري، انت الوحيد اللي راح اجيب لك. من يومتها طلع مثل زمر بنيك. راح على المدينه الزلمه، جاب زميره لابنه وجاب له هاي زياده بباقي المصاري. هاي قصتنا حكيناها وعليك رويناها. اذا في عندكم اي قصه عن اسويره، عن حلا، عن عقد، عن اي اشي، انا مستعد احكي لكم اياها. ومن اسا بقول لكم بدون ما تدفعوا مصاري، زمر بنيكم. تنسوش لما بدك تبعتوا، ابعتوا على هذا العنوان، هذا البريد الالكتروني تبعي، وهون اكبسوا على السبسكرايب. هذا يصير قصص توصلكم لعندكم اول باول. شكرا لكم، الى اللقاء. زمر بنايك زمر في معسكر انصار، زمر بنايك زمر في معسكر انصار.